هاد الغريبه هادي سهله في التوجاد، سهله في المقادير تاعها، وسهله في الطياب تاعها، ولكن المذاق تاعها واعره بزاف. هانتوما شوفوا الطياب تاعها كي داير، روعه في سميتو في المذاق، وهشيشه بزاف. هانتوما نقدر ندير معكم وحده هشيشه، ما تنساوش تجربوها وتردوا عليا. يلا ونشوفوا الطريقه. خوتي خواتاتي مشاهدينا الاعزاء، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير معكم واحد الحليوه سهله خفيفه دغيا كتوجد مده 10 دقائق تقريبا. اذا كانت كلشي المكونات واجده والطياب تاعها ساهل، غتكون حلوه نتاع السميده. انا استعملت هاد السميده هادي تاع الاتراك اللي كنت بينت لكم في الفيديو، سميده رقيقه بزاف، ما عنديش ديك السميده اللي كتكون شويه غليظه على هادي، ولكن هادي حتى هي كفايه استعملتها وكتجي فيها زوينه. وكنحتاج للاسميتو المهم 2 كيسان هنا تاع السميده. كنحتاج 2 بيضات متوسطين او يكونوا كبار شويه، ما يكونوش صغار. الا كانوا صغار بزاف ديروا 3. كنحتاج نص كاس تاع الليمون. المهم هادشي بالعبارات كلهم اللي كنقول لكم راه كاس العنبه. كنحتاج الكاس نتاع الكوك عامر. كنحتاج نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الزيت المائده. دائما العبار تاع كاس العنبه. كنحتاج لواحد شويه تاع خيزو، هذه واحد خيزو صغيره وما كملتها كاع، طحنت فيها يعني غطيت فيها واحد شويه. كنحتاج لواحد نص كاس نتاع السكر. انا كنستعمل هذا السكر هذا السمر هذا تاع الكوك، كيعطيها تاني واحد المذاق ولذة زوين. هذا سكر طبيعي. راه فايته يمكن درتو معكم في الفيديو في سميتو ملي كنشريه. كنحتاج شويه تاع الملحه، هاد القبصه تاع الملحه. كنحتاج القشور تاع الليمون، وكنحتاج الخماره هذه. انا عندي 10 غرام ولكن انا كنحتاج غير 8 غرام. المهم غادي ندير واحد الباكي وما غاديش نديرها كلها. اذا هنا غادي ندير البيضات هما الاولين. البيضه الاولى، وهنا البيضه الثانيه. ندير واحد القفيصه نتاع الملحه، غير شويه الملحه، غير شويه ماشي شي حاجه، واحد شويه هكذا. كندير نص كاس تاع السكر تاعي، هذا السكر السمر اللي قلت لكم. ما كنديروش بزاف لان عندي انا الليمون حلو. وهنا غادي نبدا كنخدم هاد المواد هما الاولين. نتوما لما سميتو ديروا السكر بسنيده، ماشي ضروري ديروا هذا سميتو. انا حيت هذا هو اللي كان سميتو دايره ريجيم، وملي خرجت من الريجيم كنستعمل هذا حيت هو خفيف. هذا زوين، هذا ما كيعطرش بزاف على السمنه وعلى سميتو. انا تندير هذا باش نبقى شاده ديك لا فورم اللي وصلت لها في الريجيم. كنخدموا واحد شويه هكذا. من بعد كنزيد هذاك خيزو حتى هو غير اضافي، يعني ماشي ضروري ديروا خيزو. الا ما كيعجبكمش خيزو او لا ما عندكمش ولا سميتو تخلاو عليه، ماشي ضروري. يعني الا زدتو خيزو نقصوا شويه من الكوك او من السميده باش تجي داك سميتو الكونسيستونس تاع هذا شي هي هذيك. كنخدمو مع مزيان. كنزيد الزيت. دائما كنزيد سميتو كنبقى كنحاول. نزيد قشر تاع الليمون.
العصير تاع الليمون تاعي. الا كان الليمون حلو دائما خصكم تفكروا ان السكر ما ديروش نفس سميتو. المهم القياس العبار تاع سميتو هو نص كاس تاع كاس العنبه، نص كاس العنبه تاع السكر. ولكن الا كان الليمون حلو او لا كنتو كتشريو العصير يعني تيكون فيه السكر، حاولوا تنقصوا شويه من السكر باش ما تجيش حلوه بزاف، لان الحلاوه غادي تقصح. غنزيد الكوك غادي نحاول ما نزيدش كلشي مره واحده. خماره غادي نحاول ندير هذه 10 غرام، ولكن غادي نخلي منها واحد شويه. كنفضل نورمالمون الخماره كتبقى هي الخره سميتو بحال هاد الحلاوه كذا كتبقى هي الخره، ولكن علاش درتها انا دابا باش تخلط مزيان مادام دايره الكوك ودايره سميتو كلشي كتبقى غير سميده. اذا هنايا ماشي مشكل، غادي نحاول ما امكن باش نديرها باش نخلط كلشي. اذا هنا نخلي لها هي الخره. المهم ملي خلطتها كدا عاد نبقى نزيد بالسميده. قلت لكم 2 كيسان تاع العنبه، ولكن عينت ميزان. دابا البنات من بعد ما خليتها واحد شويه دابا نرجع معكم باش نعاود نكركبها ونديرها في الطاوه. القوام تاعها هو هذا. هانتوما ما تكونش قاصحه بزاف، ما كتكونش سميتو يعني كنتمنى يكون واضح لكم. وهنايا درت شويه نتاع السميده ونتاع الكوك باش نملها فيها. هذا كيبقى خطير. هنايا كتقدر دير سميتو كاوكاو كونكاسي، ولا تقدر دير لوز كونكاسي على حسب الاختيار تاعك انت. انا درت السميده والكوك. دابا غادي نبقى ندير فيها سميتو هكذا نكركبها ونديرها في وسط سميتو، لانه هي شويه كتعذب، خصها تكون جاريه وفي نفس الوقت خصك سميتو فين ما درتي خصك تبقى توصلي يديك. كتعذب شويه في هاد سميتو. وهنا كنسالي الغريبه تاعي درتها كلها في الطاوه. هنايا عندي 20 حبه، يعني متوسطه ما كبيره ما صغيره. هاد الاثناء هذه انا شاعله الفران، شاعله الفران على 180 درجه. شي ربع ساعه دابا باش شعلته، وغادي نديرها في سميتو يعني ندخل الطاوه ونخليه شاعل من الفوق لتحت، وغادي نقص واحد شويه عليه وغادي نخليها في الوسط. الطاوه غنديرها في الوسط وملي طيب نرجع معكم. الغريبه تاعنا يا وجدات طياب طيبه في القياس تقريبا 10 دقائق نتاع الطياب ولا 12 دقيقه يا تقريبا. كيف قلت لكم شعلت عليها من الفوق ومن التحت، خليت الفران 15 دقيقه، وملي دخلتها نقصت الفران وخليتها في الوسط شعله العافيه من الفوق ومن سميتو، وتشققات وطابت من التحت كلها طيبه بنفس الطريقه بنفس سميتو. ما تخليوهاش اكثر من هذا القياس، وكنتمنى تعجبكم. وما تنساوش الاشتراك في القناه تاعي، كنتمنى لكم التوفيق.